عن من نتحدث؟ عن اتحاد يعجز تنظيم مباراة، أم مدرب ترك خلفه إرث ثقيل، أم لاعبين تحولوا إلى أشباح؟ آسف أيها السادة، نحن نعتذر لكم بدل الجميع، نعتذر بدل رئيس الاتحاد وأعضائه، نعتذر بدل الجهاز الفني والإداري، نعتذر بدل اللاعبين الذين كانوا نجوما فهم لم يقدموا إلا بما يمليه عليهم طموحهم، وما قدموه إلا ما يصل إلى مستوى أهدافهم. هذه هي حقيقتهم. كنت أتساءل قبل أن أقف أمامكم، يا ترى ماذا يجب أن نقول؟ بصراحة احترت وترددت وفكرت، هل أفتح لكم موضوع المصداقية؟ هل مشكلتنا حقا في موضوع قالوا وزعموا وسمعنا، أم في المصداقية التي ضاعت، أم في المبادئ التي طرحت أرضا، أم في الصراحة التي بيعت بثمن بخس، أم في الشفافية التي تم التخلي عنها؟ الشارع والإعلام وغير آبه بهم. في الظروف الصعبة تظهر الحقيقة، ينكشف المستور، يظهر القناع، تسقط ورقة التوت. انتهى وقت الكلام، لا جدوى لأن نلوم، فمن يتحمل المسؤولية لا يشعر، ومن استقال ترك خلفه خيط رفيع قارب أن ينقطع، ومن كانوا في الملعب حققوا كل أحلامهم قبل أن يفكروا هل يصعدوا أم يبقوا مع من كانوا قبلهم في الأرشيف. قرارات وأساليب إدارية قد تصيبك بالجلطة، قرارات وتبديلات فنية قد تصيبك بالصدمة، روح لاعبين في الميدان أكدوا فيه بأنفسهم أن المونديال أكبر منهم بكثير. كل شيء لا يوحي لك أن هناك في الأفق حلم قد يتحقق، كل ما يحدث لا يوحي أن هناك بوادر للتطور، كل ما يجري لا يفسر سوى شيء واحد: نحن نخدع أنفسنا، نحن نتراجع، نحن نبيع الكلام، والبضاعة هي الوهم. حسرة لأننا وقد ظننا أن التأهل إلى كأس العالم مسألة وقت، ولكن لماذا هكذا أوصلتم الحال بالأبيض؟ نعم، سؤالي لرئيس الاتحاد،